أقبل فصل القتل وعادت جثث الغدر في بغداد، كفاءات تستهدف بين الحين والآخر. الضحية هنا طبيب عسكري متقاعد مورست عليه عملية ابتزاز ب15 مليون دينار من جهات متنفذة كإتاوات إجبارية في منطقة حي المعامل. شهران ورحل بعدها مغدورا بطعنات في القلب والصدر. هنا بغداد انفردت بتفاصيل أوسع عن الحادثة مع أسرة الطبيب. جوي عنده جماعة هنا وطلبوا منه يعني فد مبلغ من المال أو يعزل العيادة يسدها. ماكو أي سبب، يعني يقول له هاي ادفع فلوس وبعدين عد. أي نعم، وراها نعرف شنو السبب. أخوي الدكتور مروان يعني راحوا المكان عمل المقر عمله وسألوا عليه. أنا اليوم بالنسبة لي بالمنطقة جوي أشخاص بسيارة مجهولة وسألوا علينا، يعني احنا كأبناء الدكتور سليم. طعنة هاي مال قتل، وطعنات أماكن حساسة، لا بإيد لا برجل لا بكتف، كلها في مكان القلب والبطن والصدر، كلها أماكن قتالة. قسم من الأشخاص من الجيران قبض على القاتل. دقائق ورأسا دخلت هاي القوة المتنفذة، معناها اكو يعني علم مسلحة، قوة متنفذة ومسلحة وقوة كبيرة، وهددوا الناس اللي يعتقلوه، قالوا إذا ما تهدون نحرق بيوتهم كلها. لم تنتهي قصة الموت مع هذه العائلة، فالخطر يحوم حولهم، ما دفع بالبعض طلب إخفاء وجهه خوفا من التصفية الجسدية أو الخطف. أنت طلبتي أن نخفي وجهك ليش؟ لأنه من بعد هاي الجريمة اللي صارت كل شيء نحسبه، أو هاي تخافين على وضعك؟ بالضبط. تحسين أنه كوضع عائلة مو مؤمنة؟ بالضبط ما مؤمنة. أنا هم أخاف على ولدي، لأن ابنها طيب أخصائي وذاك دكتور صيدلاني وابني مهندس هم، وأنا وبنتي هم مهندسة، والكل شنتهم دكتورة، يعني صدق يعني عايشين برعب. قد يكون القاتل هو أحد الأشخاص المتعالجين على يد الطبيب المغدور. 40 عاما انتهت بعملية قتل بشعة، والرد الحكومي شجب واستنكار. فقد شيع جثمان الطبيب المغدور، وشاع مع رحيله شبح الخطف والقتل. التشييع غاب عنه الحضور الحكومي لوزارة الصحة والوزارات الأخرى دون معرفة الأسباب، مع تأكيد عشائري على بروز حكمهم أثناء غياب حكم القانون. هذه الضعف القانونية أخذت العشائر محله لردع الجريمة، وأن العشيرة مو تتساهل يعني عن الجريمة أو تتغاضى وياه أو كذا وتتعاون، ولكن الوضع العام هو اللي سائر بالعراق هو هذا. لا يمكن يكون على وزارة الصحة عاتق وتنفيذ قانون حماية الأطباء بغير مساعدة وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والوزارات الأمنية الأخرى. سأل سائل من أهل مدينة الطب: هل الوزير المعني وباقي الجهات المسؤولة يكتبون استقالاتهم على إثر الحادثة، أم إنهم لا يعلمون بها فلم يحضروا التشييع؟ من بغداد أحمد الحاج، هنا بغداد.